وصفة اليوم ماشي كيما تاع كل يوم. سلام سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، نهاركم مبروك حبيباتي. وصفة اليوم وصفة سهلة واقتصادية، جربوها وما راح تندموا، راح تدمنوا عليها. جربوها وخبوها الوصفات رمضان ان شاء الله. شوفوا هذه الوصفة، راح نعطيكم وصفة ناجحة لخبز الطاكوس كما راكم تشوفوا البنات. هذه الوصفة ديتها على واحدة تركية ما شاء الله. اول حاجه راح نجيبوها في المكونات تاعنا، راح نجيبو 4 كيسان تاع فرينه كما راكم تشوفوا. ديروا كاس تاع ام وليد ولا ديروا كاس تاعي كما تحبوا. راح نجيبو 2 كيسان تاع حليب. راح نديرو كميه من الملح. راح نخلطوا كامل المكونات كما راكم تشوفوا. انا هنا العجينه تاعي قعدت لي طريه، رحت جبت كاس واحد اخر تاع فرينه وضفته بالتدريج حتى نتحصل على عجينه تكون ما هي جاريه ما هي يابسه، يعني تكون في المتوسط كما راكم تشوفوا البنات. دوك تشوفوا العجينه كيفاه راح تولي. جربوا هذه العجينه، راح تدمنوها وراح تعتمدوها غير هي البنات، ان شاء الله تصدق لكم كامل. انا صدقت لي وجاتني كما نقولوا خبز الطاكوس جاني ما شاء الله، وجاني طري وماهوش يابس. هذه هي العجينه تاعنا البنات. نخبطوها شويه بيدينا، ندخلوا لها غير الهواء ونخرجوه كما راكم تشوفوا البنات، ونخلوها ترتاح حوالي نصف ساعه. بعد ما ترتاح لنا نصف ساعه غاليتي كما راكم تشوفوا، راح نجيبوا العجينه تاعنا. هذه العجينه ما فيها لا خميره، ما فيها سكر، ما فيها حتى حاجه، يعني فيها فرينه وحليب وملح فقط. يعني عجينه اقتصاديه وناجحه 100%. راح نديروها على شكل دوائر يكونوا بنفس الحجم. اللي عندها ميزان تستعمل ميزان، انا استعملت عيني ميزاني، خدمتهم دوائر كما راكم تشوفوا، ونخلوهم يرجعوا يخمروا حوالي كما نقولوا يطلقوا، يعني ارواحهم حوالي 10 دقائق فقط. في جهه اخرى سيدتي، روحي جيبي المقله تاعك، ديري فيها كميه من الزيت، ديري فيها ملعقه صغيره من الزبده، جيبي اللحم المفروم تاعك اللي كنتي درتي فيه فلفله حاره وفلفله حلوه مع البصل. يعني انا ربيت كل شيء ودرت معاهم الثوم، ربيت كل شيء في الروبو كيما راكم تشوفوا. تحصلت على هذه النتيجه. نخلو كامل المكونات يتقلاو، يعني حتى يتقلى لنا هذاك اللحم يطلق الماء تاعو. راح نضيفوا ملعقه كبيره من طماطم المصبره. الا حبيتوا الا جاتكم الصوص تاعكم ماهيش حمراء، زيدوا الكميه تاع الطماطم المصبره. تقدروا تضيفوا طماطم حب، انا هنا ما ضفتش، اكتفيت برك بالبصل والفلفل الحار والفلفل الاخضر. تقدروا تستغنوا على الفلفل الحار اللي ما يحبش الحار. راح نضيفوا كميه من الملح، كميه قليله فقط مشان صحتكم يا غوالي. راح نضيفوا ملعقه صغيره من الفلفل الاحمر. راح نزيدوا ملعقه صغيره من الكركم، وملعقه صغيره من كما نقولوا فلفل اسود، وملعقه صغيره من توابل الدجاج. راح نخلوهم يتقلاو شويه ونضيفوا حوالي كاس من الماء. حنا هنايا الفايده من الكاس تاع الماء راح نخلوها اولا اللحم تاعنا يطيب، ثانيا راح كما نقولوا ما نخلوهاش تنشف لاصوص تاعنا، باسكو لاصوص راح نحتاجوها في الاخير. تبعوا الفيديو حتى الاخير دوك تعرفوا كيفاه راح نستعمل المرقه تاع اللحم تاعنا. في جهه اخرى بعد ما ارتاحنا العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا البنات، راح نرشوا طاوله العمل بالفرينه، ما تكثروش بزاف ولا بدات تلصق لكم يعني كثروا شويه. راح نحلوها على شكل دوائر، ماذا بيكم حلوها على شكل يعني كامل متساويين. انجو هنايا للطريقه تاع الطياب تاع الطاكوس. يعني الطاكوس كما نقولوا تقعدوا غير تقلبي فيه، كل ما يدير نبولات كما راكم تشوفوا ها راه من صغار، كل ما يبداو يحماروا كل ما تولي تقلبي حتى تتنفخ لك العجينه تاعك. الطريقه البنات راها واضحه جدا في الفيديو تاعنا كما راكم تشوفوا. بدات تعطينا احمرار، خلوها هكا شويه بيضاء، ما تخلوهاش يعني ما تحمروهاش بزاف باه ما تجيكمش يابسه وتقعد من بعدها تتقرض لكم. هذه هي الخبزه تاع الطاكوس الاولى تاعنا. نعاودوا نرجعوا للطريقه تاع الخدمه تاع العجينه تاعنا.
راح نديروا طاوله العمل نديروا فيها الفرينه. هنا تحبي اذا جاتك يعني ثقيله غير شويه الفرينه قلي الفرينه ما تكثريش، ولا ولات تعجل لك تضيفي الفرينه حتى باه ما تلصقلكش في طاوله العمل. نحلوها على شكل دوائر، نحلو كامل العجائن تاوعنا، يعني ماشي تحليهم ضربه واحده، يعني كل مره كل ما طيب وحده تكوني موجده يعني خبزه واحده اخرى هكا حتى تكملي كامل العجين تاعك غالياتي. كما راكم تشوفوا راها طريقه واضحه جدا في الفيديو تاعنا. كما قلت لكم ونعاود نقول لكم باللي الطريقه قعدي تقلبي كل مره، يعني كل ما المره الاولى تقلبي 3 مرات ومن بعد تولي تخليهم يحمروا غير شويه. كما راكم تشوفوا نكملوا كامل الخبز تاعنا كما راكم تشوفوا، نكملوه كامل حبيبتي ونشوفوا النتيجه في الاخير. هاي لكم النتيجه تاعنا، خبز طاكوس ناجح 100%. ان شاء الله تستفادوا من هذه الوصفه. ما عليكم غير تجربوه وتردوا لي الخبر في لي كومونتير. والان نروحوا للطريقه تاع الوصفه تاع اليوم تاعنا. نروحوا نجيبوا لاصوص تاعنا اللي طيبناها ونشوفوا الطريقه كيفاه نطيبوها باذن الله. هذا هو الفايده من تاع لاصوص اللي قلت لكم خلوها يعني فيها المرقه باه نحتاجوها في الاخير. راح نحكموا خبز التورتيلا تاعنا والطريقه راها واضحه. نحكموه نديروا له كامل هذاك لاصوص في الحاشيه، ندوروا على كامل لي طاكوس تاوعنا خبز التورتيلا وراح نشوفوا الطريقه كامله. راح نجيبوا اللحم تاعنا اللي كنا خدمناه راح نديروه في كل حبه. صدقوني يا البنات جات هاد خبز التورتيلا مع هاد الوصفه ما نعرف ما على باليش كيفاه سموها، هذه وصفه تركيه جيت نجربها نجحت لي وجاتني بنينه قلت نشاركها مع صديقاتي المتتبعات. ان شاء الله كامل تستفادوا منها وان شاء الله كي تسيوها راح تعجبكم. انا صراحه عجبتني مام الزوج تاعو قال لي جات ما شاء الله. حتى ولادي شفتوا بنتي كانت لما دا يديها واعطيني حبت تاكل قبل لا نكمل كامل التورتيلا تاعي. ان شاء الله البنات تجربوها وتصدق لكم كما صدقت لي انا. جاتني والله صدقوني البنات روعه ما شاء الله. كما راكم تشوفوا البنات راها الطريقه واضحه جدا. جربوها وتبعوا كامل الخطوات وكملوا الفيديو حتى الاخير حتى تشوفوا النتيجه النهائيه باذن الله يعجبكم وتجربوها. هنا راح نقطعها كما نقولوا راح نقطعوها كما الشرائح تاع البيتزا، راح نقطعها في الوسط وراح نزيدوا الجهه الثانيه نقطعها في الوسط. هنا الا بردت لكم البنات انا بردت لي شويه كنت مازال ما حطيتش الحشا تاعي وروحت حطيتها في الفور سخنته يعني سخنته حوالي 10 دقائق ودخلتها فيه تسخن. وهذه هي النتيجه البنات صدقوني جات روعه ما شاء الله. جربوها حتى تحتاجوها في رمضان باذن الله. واللي عجبتها ما عليها غير دير لي اشتراك ودير لي جيم وكومونتير وبالصحه.